تفيق في الصباح فرحان، كتحس باللي العالم كله كيدور على حدث واحد. كلامك وافكارك كتنطق بلسان الحدث. ماتش. نهار الماتش كتنسى كل شيء، كتفكر كيفاش غادي تمشي تشجع فرقتك، لباسك بالوان فرقتك، ركبتي في الطوموبيل ولا خديتي وسيله نقل عموميه انت ومجموعه من الناس اللي كتقاسم معك نفس الحب. هذيك الشحنه اللي كتكون طيله الاسبوع كتكون غالبا هي اسباب الحماس الزايد نهار المقابله. حتى واحد فينا ما يقدر ينكر بلي التقدم الملحوظ للكره المغربيه على المستوى الافريقي خلق واحد النديه جميله ما بين الفرق المغربيه والتطلعات ديالها في المراسم الافريقيه. المغاربه كلهم متعلقين ببلادهم وروح الانتماء عاليه، هادشي شفناه مع المنتخب في كاس العالم. وفي نفس الاطار الانتماءات متعدده في المغاربه وكتنقسم على الفرق الوطنيه كلها. غير الرجاء والوداد عندهم نصيب كبير من الجمهور المغربي. في النهار اللي لعب فيه الرجاء خرجت نورا من بعد ما سلمات على ماماها وهي لابسه حوايج اللي كيليقوا بالمناسبه الكرويه. تلقات بصحاباتها ومشاو خداو ورقه التيران وبقاو في الجنبات ديال الملعب في واحد القهيوات تما كيتسناو الوقت المناسب باش يدخل. غير الجمهور كان كتير بزاف وغادي كيتزاد مع مرور الوقت، خاصة انه الاهلي كانت رابحة بزوج زيرو في اللقاء الذهاب، والرجاء كانت معولة على جمهورها باش تربح في الاياب، والجمهور ديالها كان في الموعد لبى النداء. نورا قالت لصحاباتها هذا هو الوقت باش ندخلوا. دازوا من نقاط التفتيش اللي كتحرص عليها الشرطه والشركه المنظمه لضمان الامن داخل الملعب، ووصلوا لهذوك البوابات الخارجيه. الزحام، الاختلاط، كلشي بغى يدخل. اصلا التيران عامر لداخل ما بقى فين تزيد. الشركه المنظمه والشرطه حبسوا الدخول، لكن نورا حصلات ما بين الباب والجمهور اللي كيدفع بالضغط. واحد اللحظه نورا طاحت وعلى غفله دخلت الشرطه باش تفرق الجموع والحشود. ونورا تحت اقدام الهمج، اقدام ناس قلوبها ميته، اقدام متورطه بفعل الجرمي اللي حرم نورا من حق الحياه. نورا ماتت، نورا ماتت باقدام ناس كيشاركوا معها نفس الحب للفريق. هذا الحب اللي اصبح الطعم ديالو مر باحداث الشغب اللي كتكون. نورا الشابه الجميله صاحبه الاطلاله البشوشه مشات وقلب ممتاز على فيه العافيه قبل ما يصفر الحكم بدايه المباراه. قبل من نورا كانوا شباب واطفال اخرين اللي ضعنا فيهم بنفس الاحداث الكرويه، والسبب دائما الجمهور اللي ما مربيش، الجمهور اللي ما يحترمش المراه ويسبقها عليه في الزحام ويدير بحساب الرقه ديالها. الا انه المسؤوليه اليوم نقدروا نربطوها حتى بالاداره المشرفه على طباعه هذه الاوراق اكثر من المطلوب من اجل التغطيه ديال الفساد المالي ديال الفريق. المسؤوليه اليوم يتحملها مدير الشركه المشرف على الملعب ومن الخروقات اللي كنعيشوها ديما وحنا كنحضروا كجمهور. نورا اسم غادي يعيش دائما في قلوبنا، سواء رجاوي ولا ودادي كنتي، حيت هذيك ختنا. حنا اليوم بغينا حق نورا يرجع، على الاقل انه يشفي غليل وحرقه تما. نورا ما غنساوكش.